ان احنا برضه عايزين نتكلم عن الكيتو من ناحيه اخرى بقى، ان انت لا ده طب نوع الدهون اللي انا باكله ايه؟ لان انت معظم الناس اللي بتطبق الكيتو بتطبقه بشكل غير صحي. احنا قلنا الدهون الصحيه بتبقى موجوده اكتر في الزيوت النباتيه وشويه زبده وشويه سمنه بلدي. اللي بيحصل العكس تماما، ان الناس اللي الكيتو بتبدا تاكل دهون حيوانيه بنسب كبيره جدا على اعتقاد ان الدهون الحيوانيه دي افضل حاجه. للاسف مش هي افضل حاجه، لا احنا لازم نعمل ميكس بيعتمد على الزيوت النباتيه اكتر وجزء من الدهون الحيوانيه. فبالتالي ده اللي بيحصل بقى في السوق ان انت بتاكل دهون حيوانيه كتير، فبالتالي ده بيزود خطوره الاصابه بالامراض الصحيه. هو احنا لو حسبناها بالعقل، هو الكيتو ما بيأثرش على امتصاص الدهون، فاللي انت هتاكله هيوصل للدم، وهو بقى اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، لا هو بقى دهون مشبعه ولا دهون مهدرجه ولا ايه، هيخش بقى يتحاسب عليها. ممكن ان هم يستخدموا كمصدر طاقه، طبعا بتبقى بالنسبه للكيتو ده زي ما قلنا حاله طوارئ. يعني لو انا بعمل مجهود كتير والكيتون بوديز ممكن تبدا ان هي تعلي الاسيتون في الدم. حضرتك اتكلمت عن النقطه دي، ان هي ممكن برضو توضحها لنا اكتر. دي من حاجات برضو المخاطر، ان احنا الناس اللي بتعمل مجهود كتير وللاسف ما تاخدش كارب. ممكن حضرتك كنت تتكلم. تمام. احنا بنتكلم عن الكيتو. لو انا بعمل كيتو وبدات، انا مصدر الطاقه الوحيد الاساسي بتاعي دلوقتي هو الدهون، فبالتالي لو انا عملت مجهود زياده فهيبدا الجسم يحرق من اكتر من الدهون. فبالتالي المنتج النهائي اللي بينتج نتيجه حرق الدهون اسمه الكيتون بادز او الاجسام الكيتونيه، ومن اشهرها الاسيتون. فبالتالي لما اعمل مجهود كتير وانا مش واخد كارب، احرق دهون كتير، حرق الدهون ده هيطلع لي اسيتون كتير. طب الاسيتون ده بيعمل مشكله، هيبدا يخش على المخ يعمل لي اغماءات، يبدا يخش على العضلات يعمل لي مشاكل في العضلات، فبالتالي قد تؤدي الى الموت. يعني ده بنسميه حاله اسمها كيتو اسيدوزس. فالكيتو اسيدوزس دي حاله طوارئ، دي هتحصل اكتر مع عيان السكر اللي عندهم اللي عاملين كيتو، او مع الناس اللي بتعمل مجهود شديد قوي، مجهود كبير قوي مع الدايت الكيتو، مع ان هي ما بتاكلش كارب خالص. فبالتالي اللي انا عايز اوصل له في الاخر، حتى لو انا فكرت اعمل كيتو، الكيتو ليه اضرار لازم اعرفها، ليه عناصر متابعه لازم يكون انت عارفها، والاخصائي التغذيه اللي متابع معاك ده عارفها. لازم تهتم باهم حاجه الاملاح والمعادن، نسبه الاسيتون في الدم وفي البول، عشان ابدا اعمل كيتو بشكل كويس وما يضرنيش، لانه قد يؤدي الضرر الى الموت.